السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور القناة الحبيب. النهاردة أنا حبيت أتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا بالنسبة لتربية الطيور، وهي تنويع الأكل بالنسبة للطيور. تنويع الأكل مهم جدا عشان صحة الطيور بشكل عام وإنتاج البيض واللحم. ما اعتمدش في الأكل بتاع الطيور على الأعلاف أو الحبوب فقط. الخضرة لها دور مهم جدا في نمو الطائر بشكل كويس والتحويل وتحويل الجسم والحصول على طير مظهره عام في العام في إنتاج اللحم والبيض كويس وماشي بشكل منضبط. فحبيت وانا بشارك وانا بحط النهارده الاكل للطيور ان انا تتفرجوا معايا على المنظر واحنا بنأكل الطيور دلوقتي، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للتغذيه. انا حاليا مع الطيور دلوقتي هبدأ في إطعام الطيور وجبة خفيفة من الخس ولو عندي برضو أكل، لو عندي أكل من البيت، شوية رز، شوية مكرونة مهمة جدا وفيها بروتين عالي بالنسبة للطيور. الجو بدأ يحرر دلوقتي وبدأنا نخش على فصل الصيف. مهم جدا الخضرة للطيور. الطيور بتحبها وبتحب تقبل عليها زي ما حضراتكم شايفين. غالب الناس هنا في مصر دلوقتي بتعتمد بشكل عام في أكل الطيور على الأعلاف المصنعة وعلى الحبوب فقط، وما بتدركش إن الخضار أو الخضرة مهمة جدا للطير. دي حاجة طبيعية من قبل ما يبدأ البشر في تصنيع الأعلاف. كان ده الأكل أصلا بتاع الطيور، الخضرة والإنتاج بتاع المزارع أو الحقول. فأنت الفكرة إنك إزاي تقدر ما تضغطش على نفسك في إن أكل علف على طول أو أكل حبوب على طول. البديل عندي موجود اللي هي الخضروات. أبدأ أنوع الأكل بتاعي في الخضار، يعني مثلا أديهم شوية برسيم، أديهم شوية ورق خاص، أديهم شوية فلفل متقطع مهم جدا لإنتاج البيض، الفلفل الأحمر. أديهم وجبة جزر مبشور. الجزر فيه فيتامينات ومعادن وأملاح مهمة جدا لجسم الطير. لو كل مربي اتجه للاتجاه دون هيلاقي عنده الطيور حالتها ممتازة جدا. مش يحتاج لتدخل منه في انه يجيب فيتامينات مصنعة او املاح معدنية مصنعة او الكلام ده كله، والطائر بينمو عنده بشكل ممتاز.
ومش هيحتاج للكلام ده كله خالص.